حطي بقى البرتقان بقشره في الخلاط كده وانسي بقى اي طريقة جربتيه بيها، وتعالي يلا صلي على النبي على طول في الكومنتات واعملي شير واللايك ومتابعة، وهاتي برتقانتين كده حلوين واغسليهم ونضفيهم كويس جدا، وبعد كده قطعيهم بأي شكل مش هتفرق كتير، لان احنا هنحطهم في الخلاط بالشكل ده. هناخدهم بقى وننزل عليهم بنص كوباية من المية ونضربهم كويس جدا، وبعد كده هنجيب طبق ونجيب مصفى ونصفي البرتقان بتاعنا تماما. هو كده كده اتخفق كويس، ولو الخلاط بتاعك كويس ممكن تستبعدي الخطوة دي، لكن انا عشان الخلاط بتاعي مش قد كده فبصفيه علشان اضمن ان ما يكونش فيه اي قشور بالشكل ده كده. بعد كده هاخد بقى كوباية من عصير البرتقان ده، وزي ما انتوا شايفين هو تقيل. بعد كده جبت طبق حطيت كوباية من السكر، وكمان هنزل عليها بكوباية من السمنة على زيت. تقدري تشيلي السمنة وتحطي زبدة، تقدري تحطيها كلها سمنة، تقدري تحطيها كلها زيت، تقدري تحطيها كلها زبدة اللي انتي عايزاه، او تعملي ميكس كده. بعد كده نزلت ببيضة وعليها على طول معلقة صغيرة من الفانيليا. لو ما عندكيش الفانيليا ستايلة تقدري تستخدمي 2 باكت من الفانيليا الباودر، وتقلبي الخليط كويس جدا بالشكل ده. بعد كده هناخد على طول بقى كوباية عصير البرتقان اللي احنا خفقناها وصفيناها وننزل بيها على الخليط ده. بعد كده هنجيب بقى كوبايتين ونص من الدقيق، هناخدهم على المصفى كده زي ما انتوا شايفين، ننخلهم او في المنخل اللي موجود عندك. نزلت باول كوباية، وبعد كده هنزل بتاني كوباية، وهنزل بنص كوباية، ومعلقة من البيكنج باودر، ومعلقة من الخل، ورشة صغيرة جدا جدا من الملح. هنقلب كل الكلام ده دلوقتي كده مع بعضه، وزي ما انتوا شايفين ان الوصفة بجد تحفة. هولع بقى دلوقتي البوتاجاز بتاعي على درجة حرارة 180 او 200، واسيبه يسخن على بال ما اخلص بقية الكيك بتاعي. بعد كده بقى هجيب اي قالب مناسب عندي مقاس 26. لقيت هنا القوام تقيل شوية فنزلت بربع كوباية من المية لحد ما هنوصل للقوام اللي احنا عايزينه. تقدري تشيلي المية وتكملي بعصير البرتقال، بس انا ما كانش عندي خلاص يعني. رحت بقى جبت القالب بتاعي مقاس 26، بس ده ده القالب بتاع الكيك السبونج، فده كان كبير بس حلو برضو يعني شغال مش هيقول لا. بعد كده دهنته بالزبدة او بالسمنة، وعملت له تبطينة من الدقيق ودخلتها في الرف الاوسط لمدة 35-40 دقيقة، وبعد كده استنيت لما تبرد وقلبتها بالشكل ده. عايزة اقول لكم بجد تحفة حلوة قوي قوي، وكمان اقتصادية وبيضة واحدة، وهتشوفوا دلوقتي هي هشة ازاي، وكمان ما حطيناش لبن، فبجد وصفة اقتصادية وكمان خفيفة وحلوة قوي. شايفين بجد تحفة، جربوها وما تنسوش بقى الشير واللايك والصلاة على الحبيب المصطفى. باي باي.